بيبتدي فيلمنا مع بطلتنا ألفيرا وهي بتقضي وقت رومانسي وممتع جدا مع الأمير جوليان. مرة واحدة أختها بتضربها بالقلم وبتصحى من النوم، وبيطلع كل ده كان حلم هي بتحلمه من حبها وهواسها بالأمير اللي أمنية حياتها تتجوزه. المهم إن أمها بتتجوز من عجوز مسن اسمه أوتو عايش في نفس المدينة اللي عايش فيها الأمير، فبينتقلوا وبيروحوا يعيشوا في قصر جوز أمها اللي بيكون عنده بنت جميلة اسمها سندريلا. والحقيقة إن سندريلا كانت جميلة جدا وطيبة أوي، وأكبر دليل على كده إنها بتتعامل معاهم كويس كأنهم عيلتها بالظبط. الجميل في الموضوع إن ألفيرا بتكتشف إن قصر الأمير قريب من قصرهم، وفي نفس اليوم بالليل بيحتفلوا سوا بعيد ميلاد أوتو اللي للأسف مش بيلحق يفرح وبيموت في وقتها. وشهم حلو الصراحة، أول ما دخلوا البيت جابوا أجل الراجل. وطبعا سندريلا حالتها بتبقى صعبة جدا لأن أمها ماتت وسابتها وهي صغيرة، وأبوها هو اللي رباها، وعشان كده هي متعلقة بيه قوي، ومن كتر الحزن بتنام طول الليل وطول النهار. فتدخل ألفيرا تديها الأكل وتطمن عليها، وعشان هي بنت تلقائية وعفوية بتمسك الفرشة بتاعت سندريلا وبتبدأ تسرح بيها شعرها. فبتصحى سندريلا من النوم وبتتعصب عليها لما بتلاقيها بتستخدم فرشتها، وكمان بتطردها من الأوضة، وبتقول لها ان بابا اتجوز امك بس عشان خاطر فلوسها، ولولا الفلوس كان مستحيل يفكر يدخل ناس زيكم حياتنا. طبعا ألفيرا بتتصدم لأن أمها هي كمان متجوزة أوتو عشان مفكرة غني، فطلع تحت القبة شيخ، لدرجة إنهم ملقيوش فلوس يدفنوه بيها ويعملوا له مراسم جنازة محترمة تليق بيه. ده غير إنه كان عليه ديون، والديانة جم حجزوا على آخر شوية مواشي وأحصنة كان عندهم في الاسطبل. وكانت سندريلا كل يوم تدخل تحضن جثة أبوها في القبو وتدعي لنفسها إن مصيرها ما يبقاش زي مصير أبوها. تاني يوم بيوصل رسول من قصر الملك، وبيعرف الجميع ان الملك عامل حفلة الشهر الجاي عشان يختار عروسة لابنه الامير جوليان، والمفروض ان كل بنات المملكة يحضروا الحفلة عشان الامير يختار عروسة منهم. فألفيرا فرحت جدا وحست ان حلمها على وشك انه يتحقق، لكن كان عندها شوية مشاكل وان شكلها مش حلو. فأمها بتاخدها لدكتور تجميل على الله حكايته، والدكتور بيبدأ يعمل لها صيانة على قد ما يقدر، وأول حاجة بيصلحها ليها هي أسنانها اللي كانت بايظة وبيخليها ناصعة البياض، وبعدها بيعمل لها مناخيرها بطريقة صعبة جدا ومن غير بنج كمان، لأن على أيامهم ما كانش في بنج أصلا. بعد كام يوم تانيين بتروح هي وسندريلا قدموا في مدرسة لتعلم الرقص والإتيكيت، والمفروض إن هيكون في اختبار اللي هتنجح فيه هتتأهل للمرحلة التانية وهتحضر الحفلة، ونسبة فوزها بجواز الأميرة هتكون أكتر، واللي مش هتنجح في الاختبار للأسف مش هتحضر الحفلة وهتخسر فرصتها. ومن أول يوم بيبدأ تعلم راس الباليه مع المدرسة فان اللي بتكون عصبية ومش طايقة نفسها، وأكتر بنت بتكون حباها هي سندريلا. أما ألفيرا فمش بتكون طايقاها خالص، وبترجعها تقف في آخر صف ورا، وطول الوقت بتتعمد تهزقها قدام كل البنات. وبالليل على العشاء كلهم بياكلوا أكل كويس ما عدا بطلتنا، هي الوحيدة اللي بتشرب شوربة ليمونة عشان تخس ويبقى جسمها ممشوق وتعجب الأمير. أما سندريلا فما بيكونش عاجبها الوضع، وبتسأل مرات أبوها الشريرة إمتى هيعملوا مراسم الجناز لأبوها اللي متلقح في القبو بقاله أسبوع وبدأت جثته تعفن وتتحلل. فردت عليها رد كله بجاحة، وقالت لها إن آخر فلوس معاهم بتعمل بيها عمليات تجميل لألفيرا عشان تعجب الأمير، ومش مهم أبوها دلوقتي، الأهم ثم المهم. فالبنت الكلام وجعها وراحت عند جثة أبوها عشان تحضنه وتعيط زي كل يوم، لكن المرة دي خافت منه لأن جثته بدأت تتحلل فعلا وانتشر فيها الدود والحشرات. وبعد كام يوم من التدريب بتظهر نتيجة الاختبار، وألفيرا كانت متوقعة إنها تسقط، لكن استغربت إنها نجحت واتأهلت للمرحلة التانية. لكنها لما بتروح البيت بتبص لجسمها وهي حزينة ومتضايقة عشان تخينة ومش عارفة تخس، وبتستنى لما بيطلع الصبح وبتروح لمديرة المدرسة اللي اسمها صوفيا وبتعيط وهي مشتتة، وبتقول لها إنها مستحيل تنجح في الاختبار لأنها تخينة وبتحاول تنزل وزنها مش عارفة. فصوفيا بتديها كبسولة فيها دودة، المفروض إنها لما تبلع الكبسولة الدودة هتاكل الأكل الزيادة اللي هينزل بطنها، وبكده هي مش هتتخن وهتخس بسرعة جدا. فبتفرح ألفيرا اللي ما عندهاش مخ ب2 جنيه، وبيكون كل همها وتفكيرها إنها تعجب الأمير وتتجوزه وبس، هي لو كانت تمن صحتها. ومن فرحتها بتكون خارجة تتفسح في الغابة هي واختها ألما، وبتحكي لها عن الكبسولة وبتطلب منها ما تقولش لأمها. فألما بتزعلها لأنها شايفة إنها بكده بتضر نفسها، وبتسيبها في الغابة لوحدها وبتاخد الحصانة وبتمشي. فألفيرا بتطلع الكبسولة عشان تبلعها، لكنها بتتردد شوية وبتبقى خايفة، بس في الآخر بتبلعها عشان وقتها تسمع صوت شباب بيصطادوا حمام في مكان قريب منها. فبتروح تشوفهم، وهناك بتلاقي الأمير هو اللي بيصطاد الحمام، وأول ما بتشوفه بتتكسف وبتقف بتبصله وهي متنحة ومتسمرة مكانها، أما هو مش بيديها أي اهتمام ولا بتلفت نظره حتى. وفي الآخر بتهرب من المكان بسرعة وبتقف تراقبه من بعيد،
وهي بتتخيله بيجري وراها وبيدور عليها وبيعترف لها بحبه. وبعد ما بترجع البيت بتكتشف ان سندريلا بتحب عامل الاسطبل، فراحت على طول وقالت لأمها، وأمها العقربة ما بتصدق وبتمسك سندريلا وبتديها علقة محترمة، وعقابا ليها بتشغلها خدامة في بيت أبوها اللي هو أساسا ملكها هي لوحدها، وكمان طردت العامل وبتمشيه من القصر. أما ألفيرا فبتقدر تاكل كل الأكل اللي نفسها فيه بعد كده بدون تفكير. وبعد حوالي 3 أسابيع بنشوفها خست وبقت جميلة فعلا بعد ما كانت وحشة أوي. فعلا الفلوس بتغير النفوس، لكنها مش بتكتفي بده وبترجع تاني لدكتور التجميل اللي بيعذبها ويشرحها، لكن على قلبها زي العسل، وبتطلب منه يركب لها رموش صناعية، فبيبدأ يركبها ليها من غير بنج، حاجة كده منتهى العذاب. في نفس اليوم بالليل بتحصل عاصفة رعد وبرق، فبنشوف ألفيرا وهي بتتألم، لكن مش من وجع العملية وإنما من وجع بطنها اللي بيكون بيتحرك فيها حاجة غريبة كأنها تعبان. وقوم تتسحب وتدخل المطبخ، ولما بتقابلها أختها ألما وبتسألها رايحة فين في وقت زي ده، بتكذب عليها وبتقول لها إنها رايحة الحمام. ولما بتدخل المطبخ مش بتبقى عارفة تشوف من وجع عينيها، فبتدخل سندريلا الطيوبة على صوت حركتها في المطبخ، ولما بتلاقيها جعانة بتساعدها وبتديها الأكل. الغريب بقى إن ألفيرا كانت بتاكل بشراهة فظيعة كأنها زومبي. بعدها بيومين وهي في المدرسة بتلفت نظر المدرسة فان، اللي بتستغرب لما بتشوفها قد ايه اتغيرت وبقت حلوة، وبقت بتطلب منها تطلع للصف الأول وبتبدأ تهتم بيها وتعلمها الرقص مع البنات المحترفين. في نفس اليوم بالليل بترجع البيت وبتقعد تاخد دش وهي بتقرأ شعر حبيبها الأمير جوليان، وبتيجي سندريلا اللي بقى شكلها مبهدل وشعرها منكوش لأنها بقت خلاص الخدامة بتاعتهم بشكل رسمي، وبتقعد جنب الهانمة ألفيرا وبتأكلها بإيديها وكمان بتقرأ لها الشعر بنفسها. وفي النهاية بتطلب منها تسرح لها شعرها بالفرشة بتاعتها اللي كانت زعقت لها عليها قبل كده لما استخدمتها. فسندريلا ادت لها الفرشة وهي بتقولها انت مش هتحتاجيها بعدين، وطبعا هي تقصد انها مش هيكون فيها شعر لانها شافت شعرها بيسقط بغزارة كأنه حبات مطر بتسقط من السحاب. اما ألفيرا فبتنهار وبتصرخ لما بتشوف شعرها. في اليوم اللي بعده بتدخل عليها امها الأوضة وبتصحيها من النوم وبتفاجئها انها جايبه لها هدية، وبتعرف ان الهدية دي كلفتها فلوس كتير قوي. ولما بتقوم ألفيرا بتلاقي جوز رجالها معاهم خزنة كبيرة، ولما بيفتحوها بتلاقي فيها فستان جميل جدا جدا، والفستان ده علشان تلبسه في الحفلة وتعجب الأمير. وأمها من بجاحتها بتنادى على سندريلا تلبسها الفستان بنفسها. فجون لما بيشوف سندريلا بيعجب بيها وبينبهر بجمالها وبيحاول يتحرش بيها، فهي بتصده وبتشتمه. وبعد ما بتلبس الفستان بتكون جميلة جدا، لكن جون أول ما بيلمس شعرها بيلاقيه بيقع في إيديه، فبيسأل أمها إيه ده وإزاي ما تاخدش بالها من حاجة زي كده، وبيروح يجيب لها باروكة وبيلبسها ليها وبيقول لها كده بقيتي يا قمر 14 مش محتاجة حاجة وبسببك هنبقى أغنياء. وفي نص الليل بتدخل ألفيرا على سندريلا الأوضة، بتلاقيها ماسكة فستان جميل وشيك في إيديها، وبتعرف منها إنها تروح الحفلة، فبتحاول تشد منها الفستان وبتقطعه. فبتدخل أمها على صوتهم سوا وبتسألهم إيه اللي بيحصل هنا، فبتخرج سندريلا من الأوضة وبتسيبهم لوحدهم. وبتقول ألفيرا لأمها وهي خايفة ومرعوبة إن سندريلا هتروح الحفلة، فردت وقالت لها هتروح إزاي وهي ما عندهاش حاجة تلبسها أصلا. في الوقت ده كانت سندريلا ماسكة فستانها اللي اتقطع وجزمتها القديمة وحاضنة جثة أبوها، ومن غير ما هتحس فضلت نايمة جنبه طول الليل عشان تصحى من النوم على الصبح على نور داخل من الشباك، والنور ده بيكون روح أمها اللي بتحول لها فستانها وجزمتها وبتخلي شكلهم شيك وجديد. وبتعرفها تجهز وتستعد الساعة 12 بالظبط وتركب عربيتها اللي هتتحول ليل ثمرة قرع العسل واللي هتوصلها الحفلة. ولما بيجي الليل بتكون الحفلة وبنشوف ألفيرا وهي بتجهز وبتستعد، وكانت جميلة فعلا لكن من غير شعر، ومش بترتاح غير لما بتتأكد إن سندريلا ما خرجتش من البيت. وبعد ما ألفيرا بتوصل الحفلة كل الشباب بينبهروا بجمالها ومن ضمنهم الأمير اللي بيرفض يرقص مع أي حد إلا هي. بس للأسف فرحتها مش بتكمل لأن أثناء الرقص بتوصل سندريلا وهي مقنعة وبتقتحم الحفلة، والأمير أول ما بيشوفها بيسيب ألفيرا وبيروح يرقص معاها. فبتحزن بعد ما كانت خلاص قربت تحقق حلمها وتوصل لقلب الأمير اللي بتحبه بقالها سنين كتير قوي، ومن حزنها بتتعب وبترجع بيض صغير من بقها، والبيض ده بيبقى بيض الدودة اللي بلعتها وكبرت وعششت في بطنها. بس أمها كانت فاهمة إنها بتعيط الأمير سابها ورقص مع بنت غيرها، وضربتها بالقلم وطلبت منها تتماسك وتجمد أكتر من كده، فسمعت الكلام وفضلت ترقص وترقص، ومن شدة الوجع كانت شايفة كل الأكل عليه دود. فجأة وقع القناع من على وش سندريلا وهي بترقص وشافتها ألفيرا، فبسرعة سندريلا هربت من الحفلة.
وطلع الأمير يجري وراها لكنه ملحقهاش وما لقاش من ريحتها غير جزمتها زي ما كلنا عارفين، فأخد الجزمة ورجع القصر وأمر الحراس ياخدوا الجزمة دي ويلفوا بيها على كل بيوت المملكة بيت بيت، والبنت اللي هتيجي الجزمة دي على مقاسها هو هيتجوزها. أما الفيرا فكانت غيرانة وبتحقد على أختها اللي من غير ما تعمل أي مجهود سرقت منها الأمير اللي بقالها سنين طويلة بتحلم بيه. وأول ما رجعت البيت مسكت السكينة وكانت هتقتلها، وفضلت تهاجمها بكل قوتها وبتهددها لو ما اديتلهاش الجزمة حقيقي هتقتلها. وبعد شوية أكشن ما بينهم أخيرا بتلاقي الجزمة، بس برضه فرحتها مش بتكمل وبتوصل أمها اللي بتحاول تزحلقهم بأي طريقة عشان جايبة معاها شاب صغنن في السن وعايزة تعيش معاه شوية رومانسية وتجدد معاه أيام المراهقة. وفضلت ألفيرا تقول لها إنها أخيرا لقت الجزمة وبكده قدامها فرصة تانية تكسب قلب الأمير، بس أمها أحبطتها وقالت لها أنت خلاص أخدتي فرصتك، ادخلي في سريرك ونامي وتهدي بقى. فدخلت اوضتها لكنها ما نامتش وبدأت تقيس الجزمة، بس برضه فرحتها مش بتكمل لأن الجزمة مش بتيجي على مقاسها أصلا. مش ده المهم إنها بدأت تتعب نفسيا لدرجة إنها مسكت الساطور وفكرت تقطع صوابع رجلها عشان الجزمة تيجي على مقاسها، وبعد شوية تفكير وتردد وخوف فعلا قطعت صوابعها. فبتدخل أمها وحبيبها الجديد على صوتها اللي أول ما بيشوف المنظر البشع ده بيغمى عليه وبيقع من طوله، وبتقرب أمها منها وبتديها مخدر بيدخلها في غيبوبة، وبتسألها ألما هنعمل ايه دلوقتي؟ فبترد وبتقول لها ان اختها قطعت الرجل الغلط لان الامير معاه الفردة الشمال وهي قطعت رجلها اليمين، بس برضه ملحوقة هنقطع لها الرجل التانية. فالما كانت مصدومة من قسوة امها وجبروتها، البنت خلاص بتموت، لكن ده ما كانش فارق معاها وبالفعل مسكت الساطور وظبطت لها رجلها على اخر. طبعا الفيرا ما كانتش حاسة بأي حاجة بسبب المخدر اللي خدته، وهي نايمة حلمت بالأمير وهو بيلبسها الجزمة اللي أخيرا دخلت في رجلها وجت على مقاسها، وراح واخدها في حضنه وأمر الحراس يبلغ أبو الملك إنه أخيرا لها حبيبته ألفيرا. وانتهى الحلم بمشهد رومانسي عشان تفوه منه على كابوس وتلاقي الدم مطرطش في كل حتة، وتسمع الحراس وهم بينادوا وبيقولوا جميع البنات يخرجوا عشان يقيسوا الجزمة. فرمت نفسها من على السرير وبقت تزحف على بطنها لأنها مش قادرة تمشي من شدة الإصابة، فبتقع من على السلم وبتفضل تنزف من كل حتة في جسمها حرفيا وبقت مشوهة. ولقيت سندريلا واقفة قدامها وبتبصلها باستحقار وسابتها وخرجت. وبعد ما خرجت سمعت صوت الأمير وهو بيقولها أخيرا لقيت حبيبتي وأميرتي اللي بدور عليها بقالي كتير، وفضلت تعيط من وجعها وقهرتها بعد كل التعب اللي تعبته ده، وكان فاضل لها خطوة واحدة وتفوز بالأمير لكنها فشلت. وفي النهاية بتيجي ألما وبتديها التريال اللي هيموت الدودة، وبعد ما بتاخده بتبدأ تتعب وترجع دم، وبعد الدم بتخرج الدودة اللي كانت كبرت وطولها كان أمتار ملهاش آخر. وبما ان ألما ما كانش عاجبها الوضع فبتساعد اختها وبتلم هدومهم وبتاخدها وبيرجعوا للقرية اللي اتولدوا وعاشوا فيها، وسابوا امهم وحيدة في القصر بتبيع نفسها وجسمها مقابل الفلوس. وفي النهاية بنتعلم درس حلو من الفيلم ده وهو الرضا، لازم نكون راضيين بحياتنا وبشكلنا ونحب نفسنا زي ما احنا. ولحد هنا بينتهي الفيلم. سلام.